اهلا وسهلا البنات، كيف دايرين؟ يا رب كاملين تكونوا بالف خير والصحه والسلامه والسعاده وكاع اللي كتمناو يا ربي. قولنا نبداو نصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبداو مع بعضياتنا البنات. انايا المهم درت لكم تقسيم هنايا ديال 450 اورو اللي البنات اللي كانوا طلبوه مني. البنات كانوا طلبوا مني في القناه الاخرى، القناه ديال المغربيه مقيمه في ايطاليا، ولكن بحكم ان بزاف ديال البنات كيقول لي وبقيت تهضري معنا بالمغربيه بلا ما تبقايش تهضري بالمصريه، فانا اضطريت درت قناه ثانيه باش نبقى البنات بلاتي حتى هما ندير لهم خاطرهم. ف100 الف مرحبا بكم. كيف ما كتشوفوا معايا كنت كندير لكم التقسيمات الهي، وكنت كندير معكم يعني الفيديوهات ديال التقدير ديال الشهر ديال المشتريات ديال داكشي. فانا قررت ندير لكم قناه اخرى بحكم ان بزاف كيف ما قلت لكم كيطلبوا مني انني نبقى نهضر بالمغربيه، وانا تما كاين عندي المصريين بزاف، فغنضطر نهضر بالمصريه في القناه الاخرى. المهم نبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا معايا البنات عندنا تقسيم ديال 450 اورو، يعني بزاف ديال البنات طلبوا مني 450 اورو. 450 اورو البنات بالنسبه للبنات هادو اللي عايشين هنايا في ايطاليا، فرنسا، في اسبانيا، في المهم الدول الاوروبيه. البنات هاد التوفير يناسبكم ان شاء الله، وكل وحده على حسب يعني، ولا بغيتو حتى 500 اورو ولا 600 اورو ولا 700 اورو ديال يعني اللي تقدر اللي كتصرفوها في شهريا، او حتى اقل. يعني حتى المره اللي فاتت كانت واحد البنت طلبات مني ديال 400 اورو، فانا كنت دايره لها في القناه الاخرى. فدابا هنا عندنا 450. كيفاش يعني نقدروا نتقداو منها وكيفاش نقدروا نوفروا. نبداو على بركه الله، نقولوا شنو هما الاساسيات اللي هما خاصنا ضروري نجيبوهم، وشنو هما الاشياء اللي حنايا في غنى عليهم بلا ما نجيبوهم. يعني على سبيل المثال الحاجات اللي حنا من المفروض نسبقوهم ونشوفوهم. غيكون عندنا هنايا الجزار والدجاج والاسماك البنات اللي هما ضروري ندخلوهم في الشهر ديالنا. وغادي يكون عندنا سوبر ماركاتو اولا تقديه ديال الهري كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي يكون معنا كذلك ومثال. قبل ما ندوزو للتوفير ندوزو لهذا هو الاول. هنا الخضر والفواكه، السوبر ماركاتو اللي هي التقديه ديال الهري، وهنا الجزار والدجاج والاسماك كيف ما كتشوفوا. ومن بعد غادي نشوفوا شنو غادي نقدروا نوفروا من هاد 450 اورو. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندي 450 اورو غادي نجيبوا منها الخضره والدجاج وداكشي. يعني كيف ما كتشوفوا معايا يعني غناخذوا فلوس الجزار، فلوس الجزار والدجاج اللي هما غادي نديروا ليه تقريبا ما يعادل بحال هكا واحد سمحوا لي البنات جاني ولدي الصغير، فداكشي علاش انا اضطريت انني نوقف. عاد نكمل معكم. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا بالنسبه للدجاج والاسماك، يعني الاسماك نقدروا نديروا لها تقريبا واحد 50 اورو كيف ما كتشوفوا. وعندنا هنايا كيف ما قلت لكم 50 اورو ديال الاسماك، وعندنا 50 اورو ديال اللحوم، وعندنا 50 اورو ديال الدجاج. هنا البنات بالنسبه ل 50 اورو ديال الاسماك غادي تقريبا تجيب لنا تقريبا شي 4 ديال المرات ديال الحوت اولا 5 ديال المرات على حسب يعني على حسب البلاصه اللي كتقداي منها. وخصوصا السوق البنات نبغي ننصحكم، يعني البنات السوق الاسبوعي البنات سواء يكون نهار السبت ولا نهار الثلاث ولا المهم السوق الاسبوعي البنات اي وحده حدا السوق الاسبوعي تمشي تجيب منه الحوت راه حتى يكون رخيص. راه كاين الغالي وكاين رخيص. فهاد 50 اورو تقدر تجيب لنا حتى 4 ديال المرات و5 ديال المرات، يعني 5 ديال التطيبات ديال الحوت. يعني فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ يعني هذا راه تقدر تجيب لنا حتى 5 المرات ديال الحوت، وجيب لنا حوت مزيان ماشي ايا كان، ماشي تجيب لنا ايا كان. وهنا بالنسبه للحوم البنات غادي تجيبوا حتى هي 50 اورو ديال اللحم. 50 اورو ديال اللحم حنا كاع اللي درنا غير حنا اللي درنا البنات اللحم درنا ليه 10 اورو الكيلو. هو ما واصلش 10 اورو الكيلو، ولكن حنا نقولوا 10 اورو. يعني شحال غادي يكون عندنا 5 كيلو ديال اللحم. هنايا 5 كيلو ديال اللحم الا قسمنا على 5 ديال المرات غادي تعطي كل كيلو نقسموا على كل كيلو نقسموا على جوج غادي يعطينا تقريبا واحد 10 ديال التطيبات ديال اللحم ياك. وهنا بالنسبه للدجاج البنات هذه راه تجيب لينا الدجاج وتوفي، يعني راه ما شاء الله راه حاجه غادي تصوف حاجه. وانتي والشطاره ديالتك يعني باش تجيبي الدجاج عشان راه 50 اورو ديال الدجاج راه يعني راه غادي تجيب لك كميه كبيره اللي تقدري دوزي بها الشهر، منها اسماك ولحوم. وهذا يعني هادو نديروهم هنايا في الظرف ديال اللحوم والفواكه. كنتي كتمشي تقداي اسبوعيا غتمشي تقداي، ولكن انا بصراحه انا البنات نفضل انكم تمشيو تقداو تقديه ديال مره واحده، يعني مره واحده الدجاج
بالنسبه ديال الحوت غير خليوها، يعني كل مره تمشيو تجيبوا شي حاجه، يعني كل مره تهزوا 20 اورو 15 اورو وتمشيو تخداو الحوت. اما بالنسبه للدجاج واللحم نفضل انكم تجيبوه مره واحده، والدجاج ضربوه عليه بواحد الغسله مره واحده، وتقسموه صدر بوحدو، الفخيدات بوحدهم، جنيوحات بوحدهم، وكل حاجه